مبروك لكل جماهير الكرة الزملكاوية. بعد مباراة قوية وعصيبة على نادي الزمالك، الزمالك يفوز 2-1 على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي. وبعد شوط أول وفرص كثيرة ضائعة، الزمالك ينهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف. ومع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 53 تمريرة عرضية رائعة من ناصر منسي على رأس إخوان بزيرة ليتقدم الزمالك 1-0. وتمريرة رائعة من محمد السيد عبد الله السعيد ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 72 من الشوط الثاني. ولن يمر سوى 3 دقائق فقط بعد الهدف الثاني للزمالك ليحرز كايزر تشيفز هدفه الأول عن طريق مكابي لليبو لينتهي اللقاء 2-1 لنادي الزمالك. وبعد فوز الزمالك المصري يصل إلى الدور الثمانية إن شاء الله.